غير صبري، خاصك تكوني قويه، الوقت كيداوي كل شيء. هاد النصائح كنسمعوهم بزاف فاش كيكون واحد الانسان فقد واحد الانسان عزيز عليه، ولكن الحقيقه ان الانسان تيكون عايش واحد الحاله ما تيفهمها غير هو. مره كتبغي تبكي، مره كتبغي تسكتي، مره كتبغي تبقاي غير ناعسه، حيت فهاد الساعه ما بقاتش عندك الطاقه. فكيف ما كنت شرحت في الفيديو اللي قبل، الحزن ما كيمشيش تبقى وحده، الحزن هو عباره عن موجات. فمره كيطلع الاحساس بحال شي باك، ومره كينزل وكيخلي لا فاتيك، كيخلي لو مونك دينيرجي، وهذه واحد الحاله طبيعيه. فالجهاز العصبي في هذه الحاله كيولي كيهضم الصدمه شويه بشويه، وهنا الجسم كيولي كيتاقلم مع الحاله ديال الفقد شويه بشويه. الا جربتي على راسك وحاولتي انك تحبس الحزن فكيولي مخزن في الجسم، فالا بقى عندي مخزن في الجسم كيولي كيبان عن طريق لا فاتيك، كيولي كيبان عن طريق واحد الاحساس، واحد لو سونتي لا فاتيك، لو مونك ديال الحزن. الا ما تعطاش بلاصتو كيبقى كيطلبها. داكشي علاش مهم في لاكومبانيومون كنعطيو الحزن بلاصتو اي سورتو سون جوجمون. واهم حاجه خصنا نخليو الجسم يعبر، يبكي، يرتاح بطريقته، لان الحزن ما محتاج الحلول السريعه، الحزن محتاج الحضور باش نقدروا نفرغوه. وإلا عندك شي كيسيون كتب ليها في الكومونتير.